السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير بإذن الله. كده هعمل معاكم قطع جاتوه كده جميلة قوي في البيت. طعم غني قوي، شوكولاتة طعمها حلو قوي. يلا بينا نشوف هنعمل ايه مع بعض. طبعا الولاد ما كانوش صابرين، واول حاجة طبعا حب يدوق مالك، وكان بيدوق كده وقال لي صوريني يا ماما وانتي بتأكليني كده. بصراحة كان طعمها جميل جدا. عايزه اقول لكم ان كان عندي الاسبونش دوت بقاله فتره. وكنت مجهزه الطلبات بتاعته عشان اعملها. وطبعا ما صورتش معاكم الطريقه بالظبط. انا عملت النص كيلو سبونش عليهم 5 بيضات وكوبايه الا ربع ميه، وضربتهم كلهم بالمضرب وصبيتهم في الصينيه زي ما انتم شايفين كده. وخلاص بقى الفرن بتاعي سخنته كده على درجه حراره 180. في الاول كده انا خليت الدرجه بتاعه الحراره بتاعته 180، وبعد كده قللت عشان الاسبونج بتاعي يستوي ويكون حلو كده في الاخر يعني. زي ما انتم شايفين كده انا ظبطت التايمر على نص ساعه، وظبطت فوق على درجه الحراره ظبطت على 100 وايه و70. بعد شويه ظبطت، كان في الاول ظبطت على 180 وبعد كده ظبطت على 170 و150 عشان تطلع معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. ما شاء الله كده حاجه جميله قوي. بصوا يا جماعه والله الاسبونج ده كان عندي من زمان. كل يوم اقول هعمل وبعدين ايه، رحت قايمه النهارده بصراحه اول حاجه عملتها عملت لهم حاجه حلوه. فهعمل بقى البودنج بقى اللي انا هحشي بيه الكيكايه بتاعتي. البودنج ده عبارة عن كوبايتين لبن ومعلقتين نشا و3 معالق سكر ومعلقتين كاكاو او 3 معالق كاكاو. وكمان كان عندي لبن بودرة، حطيت 3 معالق لبن بودرة. وكمان خلي بالكم من المقادير عشان انا مش مصورة المقادير بالظبط، انا بصور وانا بنزل بكل الحاجات. المقادير بتاعتي حطيت كده الايه، وكمان معايا معلقتين دقيق كده فاخر. آه وطبعا زي ما انتم شايفين الكاكاو هنزل بالكاكاو معلقتين او 3 معالق. البودنج ده يا جماعه طعمه جميل جدا، تحشي بيه اي حاجه يعني مثلا كيكه، عملت اي حاجه محتاجه ان انت تحشيها ينفع على اي حشو. وينفع كمان ان انت تقدميه في بولات ويبقى زي مهلبيه الشوكولاته كده، اسمه بودنج. تمام. هنا خلاص بقى هبدأ كده ايه اقلب الخليط اللي انا عملته كله مع بعضه كده لغاية ما القوام بقى بالشكل ده. عايزة اقول لكم اني لو تقل معاكم مكلكع ما يهمكمش، بالمضرب واضربيها ضربتين بالمضرب اللي هو ايه الكهرباء، ما يهمكيش. طبعا كان عندي معلقتين قشطة كده، معلقتين قشطة نزلت بيهم، وكمان معلقة زبدة كمان هنزل بيها عشان تدي طعم ماما حلو وايه، طعم حلو وقوام حلو كده. اهي معلقتين الزبدة كمان اهوت. وطبعا ماما سخن. سيبه يا صلاح، سيبه يا صلاح يتكلم يا معاك. ماما ايه؟ انا تحت الشوطة. ماشي. هعمل بقى كوباية النسكافيه دي الجميلة ديت اللي هسقي بيها الكيكة بعد ما طلعت من الفرن. لا مش هي، انت تقعد عشان اخلص. زي ما انتم شايفين في التصوير نوح طالع لي، وفي تغيير الصوت برضو نوح طالع لي وبيسلم عليكم وبيقول لكم كل سنه وانتم طيبين. بصوا هنا بقى كنت غاليه اللبن وسبته دفى شويه، وبعدين بصب في الكوبايه كده حطيت النسكافيه وابدا والسكر وقلبت كده عشان ده اللي هسقي بيه الكيكه بتاعتي بعد ما طلعت من الفرن وبردت. تمام كده. انا معاكم خطوه خطوه اهوت. بصراحه يعني ايه، لو عملتها بنفس الطريقه كده هتعجبك جدا واحسن ما تشتري. خلاص بقى ببدا كده اسقي الكيكه بتاعتي بعد ما طلعت من الفرن كده بالكوبايه، كوبايه النسكافيه كده عشان الطعم ياخد الطعم بتاع النسكافيه كده. وطبعا كان اللبن كان فيه وش كده، فاللي على الكيكه ده وش اللبن عادي. وهنا بقى البودنج بعد ما سبته على النار وتقل معايا وبرد كمان، وبدات ان انا اقلب فيه لغايه ما اداني القوام التقيل اللي انتوا شايفينه دوت. هبدا بقى طبعا اوزع كده. طبعا النور طفى عليا في المطبخ فطلعت البلكونه وقلت لازم اكمل معاكم الفيديو. هكمل يعني هكمل، لازم اخلص معاكم الفيديو كده. وزي ما انتوا شايفين بدات اوزع كل البودنج على الكيكه بتاعتي بعد ما طلعت وطبعا بردت وشربت الشربات. ابدا كده اوزع. عايزه اقول لكم بقى قدام مني نوح قاعد ومالك قاعد ومستنيين اخلص بس عشان اطلع لهم منها ويدوقوها.
بصراحة كان طعمها جميل جدا وكانت غنية كده. حتى البودنج اللي على الوش دوت غني عليه قشطة وعليه لبن، عليه وعليه زبدة. بصوا كان طعمه حلو جدا. هبدأ كده طبعا اسويها، وهنزل كمان بصوص الشوكولاتة عليه. ما شاء الله كانت جميلة جدا والله يا جماعة. وكان الاسبونج هاشش وطري وبعد ما اتسقى كمان شايفين نوح بيبص على الصينية مش صابر، عايز عايز ياكل شوكولاتة بأي طريقة. وانا قاعدة بشتغل في قلب الصينية كده، وهنزل كده بصوص الشوكولاتة. شايفين؟ عايز برضو ياخد صوص الشوكولاتة على صباعه كده، شايفين مادد ايده. مشكلة عندي نوح لما اجي اصور حاجة بيبقى عارف ان انا بصور، وبرضو لازم يعمل لي تاتش كده في التصوير. شايفين بقى صوص الشوكولاتة نزلت زجزاج كده على الصينية بتاعتي عشان تدي شكل كده في النهاية، شكل حلو. وكمان ما سكتش على كده، انا قطعتها زي قطعة الجاتو، عملت 12 قطعة. وكان عندي شوكولاتة قطعتها كده ايه مكعبات صغيرة، وزينت بيها الصينية. انا كنت بشتغل يعني بعد ما خلصت كده والنور قطع، انا طلعت البلكونة طبعا، والاضاءة بقى معلش الاضاءة بتاعت الشمس كانت داخلة البلكونة، وبرضو كنت لازم اكمل معاكم عشان اخلص كده وياكم الفيديو. عايزه اقول لكم بقى قاعدين حواليا بصوا هيموتوا ويتجننوا، هطلع لهم وهي لسه ايه ما قطعتش منها. وطبعا كان لازم تتحط في التلاجة شويه بعد ما اقطعها كده بالشكل ده، كان لازم احطها شويه في التلاجة عشان الشوكولاته والصوص اللي عليها ده يثبت شويه. عمالين يمسكوا لي الصينيه وانا بقطعها كده، ايدين مالك وايدين نوح. اقطعها انا يعني حاولت ان انا اقطعها كويس بالتساوي كده عشان تطلع معايا ايه زي قطعة الجاتو كده. كده ايه اول قطعتين، 2 4 6 8 10 12 قطعة زي ما انتم شايفين اهوت. عملت 12 قطعة جاتو بنص كيلو سبونج شوكولاتة. اجمل حاجه خلي بالك لما تشتري الاسبونج كده وتعمليه في البيت، ما بيحتاجش لبن ولا زبده ولا اي حاجه تانية. الاسبونج ده يا جماعه انا هقول مقاديره تاني عشان انا ما صورتش المقادير بتاعته. انا كنت عملته خلاص نزلت بالصينيه. المقادير بتاعه الاسبونج نص كيلو سبونج، عليه كوبايه الا ربع ميه، عليهم 5 بيضات من اللي هو البيض الكبير، ولو البيض صغير ممكن تحطي 6. طبعا هتضربيهم هتضربي كل المكونات ديت بالمضرب الكهربائي، وتنزلي في الصينيه اللي انت عايزاها صينيه مطوله، عايزاها صينيه مدوره زي ما انت حابه، وزيني بقى والتزيين دوت على كيفك انت. بصوا بقى خلاص كانوا قاعدين اهوت، وطلعت لهم قطعه عشان اوريكم. شايفين القطعه جميله ازاي والشوكولاته عليها سايحه. ما شاء الله اللهم بارك، وبألف هنا وشفا على قلبنا. بصوا يا جماعه الاضاءه ما كانتش مظبوطه بس شويه عشان النور كان قاطع، وطلعت لكم في البلكونه كده بوريكم الشكل والطعم كمان. ملك بقى في الاخر هيقول لكم على الطعم بجد كان جامد يعني. بقول له ايه رايك يا ملك؟ قال لي طعمها حلو قوي، والشوكولاته غنيه كده وهشه زي ما انتم شايفين. وبألف هنا يا رب وشفا على قلبنا. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في الاشتراك في القناه.